عاجل إزالة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك والسبب صادم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أصدر الحكم بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأحد حكما بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بإزالة عضوية مرتضى منصور كرئيسا لنادي الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة. ويقال أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بإزالة عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقد بحبسه بتهمة سب وقصف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وأكدت الهيئة في تقريرها أنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر بإزالة عضوية رئيسة بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحة بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي. وقررت المحكمة بتأييد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس لمدة شهر، واجب النفاذ والحبس سنة، مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقصف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. في النهاية منتظرين تعليقاتكم عن هذا الموضوع، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.